أسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات. صباح الخير سيدتي الجميلة، صباح الخير سيدي العزيز. وكلمتين ونص وعلى السريع، وحكمة في آية النهاردة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. وهنا الحكمة بتقول إيه؟ بتقول ان يعني احنا مؤمنين بس فينا فاسقين كتير. الحكمه بتقول ايه؟ احنا خير امه اخرجت للناس. المفروض ان احنا بنؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولذكر الله اكبر. احنا فين من كلام رب العالمين؟ هل نسيناه؟ هل بعدنا عنه؟ طب ليه؟ طب ايه اللي بعدنا؟ عشان هم الكفره والمشركين والشيطان طبعا سيئنا كده لجهنم وبئس المصير. لازم نرجع لديننا وقيمنا. خدوا بالكم، القحط ده امر من رب العالمين. الغلاء والعيشه الصعبه ده امر من رب العالمين. خد بالك، احنا من ناحيه عندنا قحط، انما ربنا سبحانه وتعالى مع العسر ده في يسر. ومفيش حد بينام من غير عشاء. خد بالك من الكلام وخد بالك من الايه. يعني انا عايزك اقرا ايات الذكر الحكيم، هتستفيد كتير جدا. اسعد الله صباحكم بالخير واليمن والبركات.